عذرا الثامن في جدول الترتيب، بينما فريق ذي قار يتذيل الترتيب بنقطة واحدة، 18 نقطة. الفتوة يدخل لهذه المباراة، بينما فريق ذي قار يحاول أن يحقق انتصار الأول خلال هذا الموسم، وهنا محاولة وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة فريق الفتوة، وعن طريق نفس اللاعب كرم طارق. إذن هدفين للفتوة لا شيء لذي قار، لهدف لذي قار، 2-1 النتيجة الآن. حسام علي كابتن والمدرب لفريق ذي قار، حسام علي، محاولة التدوير ما بين لاعبي فريق ذي قار في محاولة للتعديل، يحاول الاستفادة من ميزة الأرض من خلال هذا اللقاء بمقابلة فريق الفتوة القادم من الموصل الحدباء. فريق الفتوة لمقابلة فريق ذي قار، فريقين من الناصرية العزيزة هما ذي قار. هنا خطأ ورمية 9 أمتار، طاقم التحكيم حمزة علي وحسن مهدي من النجف الأشرف يقودون لقاء هذا اليوم. هنا محاولة لكن التصدي ممتاز كان لحارس المرمى لذي قار أو للفتوة كرم طارق. عملية التغيير، هناك أحمد محمد اللاعب السوري والمحترف مع نادي الفتوة، أحمد محمد اللاعب السوري، علي هذال، خليل كرم أيضا اللاعب السوري خليل كرم. محاولة التصويب وهدف ثالث، هدف ثالث للفتوة، بداية ممتازة للضيف الفتوة عن طريق المحترف السوري أحمد محمد، يسجل ثالث الأهداف، ثالث الأهداف للفتوة اللي يبدأ بقوة على مرمى فريق ذي قار اللي يعاني في الخط الخلفي فريق ذي قار. 3-1 النتيجة الآن. ذي قار طارق علي صاحب هدف ذي قار الوحيد، حسام طارق علي. عملية التغيير، حسام عبد الكريم إلى حسام علي، يحاول الدخول على المرمى حسام، محاولة طارق، هناك خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق ذي قار، يبحث عن انتصار الأول عند تعادل وحيد. فريق ذي قار كان أمام المسيب، هنا محاولة التصويب وهنا هدف ثاني لذي قار، هدف ثاني لذي قار. 3-2 النتيجة الآن، 3-2 النتيجة الآن. المحاولة لمصلحة فريق الفتوة، يحاول، هنا خطأ، مقتدى علي وارتكاب الخطأ. فتوة يحاول الوصول إلى هدف رابع خطأ، استقبال الكرة خارج منطقة الجزاء، لذلك حكم المباراة أشار لوجود خطأ مع توجيهات المدرب جمال إبراهيم محمد مدرب فريق الفتوة. محاولة للفتوة، عملية الدخول والتصويب وهدف، هدف رابع، هدف رابع للفتوة، هدف رابع للفتوة. هذا سيف نمير بدخول ممتاز والتصويب بدقة ليسجل رابع الأهداف. فتوة 4 هدف لي أو هدفين لذي قار. محاولة المرور، هنا خطأ يشير لحكم المباراة زيد علي. محاولة طارق يحاول الدخول، خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة ذي قار، رمية 9 أمتار. زيد علي عبد الله، حسام علي، دخول ممتاز من حسام لكن خاطئة كرة حسام علي إلى الخارج، اللاعب اللي يمتلك الخبرة مع فريق ذي قار. ويعود الارتداد السريع للاعبي فريق الفتوة من أجل الوصول إلى أهداف أخرى، وهنا عملية الدخول والتصويب وهدف، هدف 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 خامس للفتوة. بداية ممتازة للفتوة، بداية ممتازة للفتوة. المحاولة لا زالت لمصلحة فريق الفتوة، تبقى بعملية دخول
هنا عملية التغيير للجهة البعيدة. ذي قار، اختبار جديد لذي قار، المباراة الأخيرة لكلا الفريقين، محاولة الدخول على المرمى والتصويب، وهنا هدف ثالث، هدف ثالث لذي قار. طريق مقتدى علي يسجل ثالث الأهداف لذي قار. 5-3 النتيجة الآن، 5-3 النتيجة الآن. ونشاهد رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار لصالح الفتوة. رمية 7 أمتار لصالح الفتوة. ممكن إضافة هدف سادس لكن يضيعها كرم طارق. كرم هدفين في هذه المباراة لغاية الآن كرم طارق. عادت لذي قار، حسام علي، حسام لطارق، علي عبد الله، حسام علي، محاولة تبقى قائمة لذي قار، يحاول أن يقلص الفارق. نادي ذي قار محاولة الدخول، وبعد ذلك خطأ لصالح الفتوة والأسيست الطويل، لكن هناك استقبال ممتاز من قبل لاعبي ذي قار وبناء الهجمة المرتدة الآن والفاست بريك، وبعد ذلك أيضا تصدي لحارس المرمى، لكن قبل التصدي كان هناك خطأ لذي قار. خطأ لذي قار. طبعا هذه المباراة هي الافتتاح للجولة الأخيرة، الجولة الخامسة عشرة لدوري النخبة العراقي لكرة اليد. في محاولة بانتظار تعاقد بشكل رسمي من قبل اتحاد كرة اليد مع المدرب الكرواتي غوران بيركوفيتش، سيكون مدربا لمنتخبنا الوطني واسم كبير في عالم التدريب طبعا غوران بيركوفيتش، وذلك ليكون منتخباتنا الوطنية بشكل ممتاز على مستوى البطولات الآسيوية، وإن شاء الله بانتظار الوصول العالمية على مستوى كرة اليد العراقية. هنا ذي قار لمحاول الوصول، وأيضا وصول التونسي كمال ديدر للإشراف على منتخبنا أو على منتخبات الفئات العمرية لكرة اليد. محاولة للفتوة، عملية التدوير ما بين لاعبي الفتوة. عمر صباح لاعب الدائرة لفريق الفتوة، عادت لي لكرم طارق. محاولة فتوة من الأندية صاحبة التأسيس القديم طبعا في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حققوا المركز الثاني والثالث، لذلك عودة بقرار من الاتحاد، عودة الفتوة إلى مصاف دوري النخبة العراقي خلال هذا الموسم. هنا المدرب جمال إبراهيم مدرب فريق الفتوة والتعليمات، وهنا المحاولة لكن التصدي، وهنا خطأ أو إلى الخارج لصالح ذي قار. حسام، عملية التغيير وبعيدة إلى الخارج. وجود رمية 9 أمتار لمصلحة فريق ذي قار، أو رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار. هل يستطيع ذي قار الوصول إلى الهدف الرابع؟ ممكن. محمد حسن، ويسجل محمد حسن، يسجل هدف رابع لذي قار. خمسة 4 النتيجة، قلص الفارق إلى هدف. محاولة ما بين لاعبي الفتوة. محمد مثنى لاعب منتخب ناشئي العراق، وهدف سادس، هدف سادس للفتوة، هدف سادس للفتوة. سيف نمير، سيف نمير يسجل سادس الأهداف للفتوة. 6-4 أصبحت النتيجة. سيف نمير بدخول ممتاز، تصويب قوي،
هدف سادس. 6-4 النتيجة. هذا حسام، طارق، علي عبد الله، حسام من جديد. عملية تغيير ما بين لاعبي فريق ذي قار. محاولة الدخول. ذي قار خسر في 13 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، ومن خلال هذا اللقاء يبحث عن انتصار الأول في دوري النخبة العراق. محاولة التدوير لفريق ذي قار، عرقلة وواضح الخطأ لمصلحة ذي قار. عملية تصويب لكن إلى الخارج، تصبح رمية إدخال لمصلحة فريق ذي قار من الجهة القريبة. ذي قار، حسام، تصويب قوي بالخبرة. حسام علي يسجل 5 الأهداف لذي قار، يقلص الفارق إلى هدف. حلوة لحسام علي، تصويبة قوية يسجل من خلالها 5 الأهداف لذي قار. محاولة ما بين لاعبي الفتوة، محاولة الدخول والتصويب وهدف سابع. هدف سابع محمد مثنى، أيضا لاعب منتخب ناشئي العراق. 7-5 النتيجة. يبقى دائما التقدم للفتوة على حساب ذي قار منذ بداية المباراة ولغاية الآن. 7-5 النتيجة. حسام، عملية التغيير. ذي قار، محاولة الوصول، تبادل موجود. حسام يحاول الدخول على المرمى ويحصل على خطأ، ورمية 7 أمتار لمصلحة ذي قار. رمية 7 أمتار لذي قار. محمد حسن، هل يقلص الفارق؟ هل يستطيع الوصول إلى هدف؟ ممكن. مصطفى محمد يتصدى حارس المرمى، حارس المرمى للفتوة، والتصدي ممتاز. وهنا عملية الدخول وبشكل رائع يسجل فريق الفتوة الهدف الثامن بحركة لعب جميلة من سيف نمير. سيف نمير بحركة لعب جميلة يسجل 8 الأهداف للفتوة على حساب ذي قار. 8-5 النتيجة. الضيف يتقدم على المستضيف. حسام علي إلى حسام عبد الكريم. محاولة طارق هناك على الجهات البعيدة، ممكن هدف سادس. هدف سادس، هدف سادس لذي قار بدخول ممتاز من مقتدى علي مهدي، وسادس الأهداف لذي قار. 8-6. هناك خطأ. رمية 9 أمتار لمصلحة فريق فتوة. كرم طارق هناك للجهة البعيدة، عملية الدخول وبطريقة ذكية. هدف جميل، هدف جميل عن طريق السوري خليل كرم. خليل كرم. 9-5. 9-5 النتيجة الآن بعد مرور ربع ساعة منتصف الشوط الأول. وهنا الأسيست لكن بعيد، يبدو لي هناك خطأ لمصلحة ذي قار. خطأ لمصلحة ذي قار. رمية 9 أمتار زيد علي، حسام علي، لكن مررها بشكل خاطئ. والفاست بريك، ممكن نشاهد هدف 10. هدف 10، هدف 10. وحلوة، حلوة التصدي من حارس المرمى أحمد وئام. أحمد وئام حارس المرمى لذي قار، وتصدي ممتاز ويمنع هدف 10 لفريق الفتوة. يمنع هدف 10 لفريق الفتوة. فتوة يقدم أداء ممتاز حتى الآن. هنا عملية التصويب، وهنا رمية 9 أمتار لمصلحة الفتوة. رمية 9 أمتار لمصلحة فريق الفتوة. كرم، مخالفة على كرم.
ذي قار. لاحظ لاعبي الفتوة والعودة للدفاع أمام محاولات ذي قار وعدم ترك الفرصة لذي قار، لكن يسجل ذي قار. طارق علي عبد الله يسجل سادس الأهداف. سادس الأهداف 9-6 فتوة والتقدم على ذي قار. محاولة للفتوة، عملية الدخول، خطأ ورمية 9 أمتار. خطأ ورمية 9 أمتار. تعود من جديد لمصلحة ذي قار أو للفتوة، لكن يخسرها لاعبي الفتوة. ممكن أحمد وئام بشكل أسرع، محاولة ممكن من خلالها التسجيل، عملية التدوير، وهنا الدخول والتصدي من حارس المرمى بشكل رائع حبيب أحمد حارس المرمى. ورمية 7 أمتار مع الإيقاف لخليل كرم. إيقاف لمدة دقيقتين لخليل كرم اللاعب السوري. ورمية 7 أمتار لذي قار. حسام، هل يسجل حسام؟ تصويب قوي من حسام ويسجل سابع الأهداف. 9-7 قلص الفارق إلى هدفين فريق ذي قار، أو عذرا 9-8. 9-8 النتيجة، أصبح الفارق هدف. فتوة كلما أراد توسيع الفارق يعود ذي قار ويقلص الفارق. عودة سيف نمير. نعود لأجواء المباراة من خلال الشوط الأول لهذا اللقاء، هو اللقاء الافتتاحي للجولة 15 لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، ما بين المستضيف ذي قار والضيف فريق الفتوة. هنا خطأ لصالح الفتوة. اليوم فقط مباراة واحدة تقام هذا اليوم، وبعد ذلك تستأنف الجولة. أيضا هناك مباريات يوم غد. هنا خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق الفتوة. يوم غد الاثنين طبعا الكوفة يقابل نفط البصرة، وهنا تصويب وهدف عاشر. هدف عاشر للفتوة. 10 الفتوة 8 لذي قار. محاولة لذي قار. يوم غد الاثنين الكوفة نفط البصرة، طبعا الشرطة يقابل بلدية البصرة، والجيش مع فريق ديالى من مباريات الاثنين. ويوم الثلاثاء أيضا تستكمل مباريات هذه الجولة. 10-7 النتيجة على بعد 10 دقائق لنهاية الشوط الأول. تستكمل الجولة يوم الثلاثاء بلقاء نادي المسيب مع كربلاء والناصرية مع السليمانية. وأبرز مواجهات هذه الجولة ستجمع ما بين الحشد ونادي الكرخ. آخر لقاءات هذه الجولة تجمع ما بين المتصدر والوصيف. وهنا محاولة التصويب والتسجيل، لكن ضاعت على فريق ذي قار. ضاعت على فريق ذي قار. يبقى التقدم للفتوة على حساب ذي قار. محاولة الدخول، وهنا عملية السحب. سحب واضح. خطأ ورمية 9 أمتار أو رمية 7 أمتار لمصلحة الفتوة. وليد هذال. وليد هذال، هل يتمكن من التسجيل وليد هذال في مرمى ذي قار ليضاعف النتيجة؟ وليد يحاول تصويب، لكن حلوة لأحمد وئام.
أحمد وئام حارس مرمى خبرة يتصدى رمية ال7 أمتار عن طريق اللاعب وليد هذال. أضاعها وليد. يبقي التقدم لفتوة على حساب ذي قار بفارق 3 أهداف 10-7. حسام علي خطأ. طبعا الكرخ هو من يتصدر جدول الترتيب ب 39 نقطة. الحشد ثانيا برصيد 36 نقطة. ثالثا نادي الجيش ب 33 نقطة. ديالى 31 نقطة. الشرطة 30 نقطة. نفط البصرة 24 نقطة. 19 كربلاء ب 19 نقطة و18 نقطة لفريق الفتوة. في حال تحقيق الانتصار الفتوة سيتقدم إلى المركز السابع بدلا من كربلاء مؤقتا. طبعا كربلاء عنده مباراة مع المسيب خلال هذه الجولة. ذي قار محمد حسن إلى مقتدى. دخول ممتاز من مقتدى يسجل 8 الأهداف. 8 الأهداف لذي قار. 10-8 النتيجة الآن. 10-8 لذي قار. عملية الدخول محاولة التصويب لكن ضاعت. تستمر المحاولة. حسام علي تبقى لمصلحة ذي قار. حسام علي رمية 9 أمتار لذي قار. كوفة 12 نقطة مركز 9. العاشر الناصرية. السليمانية بالمركز 11. طبعا نادي القاسم 12. نادي المسيب 13 ونادي بلدية البصرة 14 وذي قار بالمركز الأخير وال15. وهنا محاول لكن تصدي للحارس حبيب أحمد حارس المرمى للفتوة. حبيب أحمد تصدي ممتاز. فتوة محاولة الهجوم والتسجيل والدخول على المرمى وهدف. هدف 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 لمصلحة الفتوة. هدف للفتوة. علي مروان بكل إتقان يسجل لفريق الفتوة الهدف 11. 11-8 النتيجة على بعد 7 دقائق لنهاية الشوط الأول. ذي قار عملية الدخول. تمرير تصويب على المرمى. القائم الأيسر أيضا يعاند فريق ذي قار من أجل التسجيل وهدف ممكن قريب جديد. ضاعت على فريق الفتوة. ضاعت على فريق الفتوة. اللاعب الصغير لاعب منتخبنا للناشئين يضيع الفرصة. محاولة التصويب لكن خارج الملعب. هناك رمية 7 أمتار لذي قار. رمية 7 أمتار لذي قار. 11-8. هل يستطيع التسجيل ذي قار؟ حسام علي اللاعب والمدرب صاحب الخبرة مع منتخباتنا الوطنية. حسام علي تصدي من حبيب أحمد بشكل ممتاز حارس مرمى فريق الفتوة. أضاع على فريقه فرصة تسجيل هدف. حسام علي لذي قار. ضاعت فرصة التسجيل
وهنا طلب التايم اوت في هذه الأثناء. أكيد راح تكون المنافسة محصورة ما بين الأندية المتصدرة لجدول الترتيب. نتحدث عن الكره بطل الدوري الموسم الماضي، صاحب الرصيد الأكبر بتحقيق البطولات على مستوى كرة اليد، يليه أيضا نادي الحشد، نادي الجيش. نعود لأجواء الشوط الأول. كرة بحوزة لاعبي فريق ذي قار. عملية التغيير، هجوم قادم، وهنا هدف تاسع لذي قار بدخول ممتاز عن طريق اللاعب طارق علي. طارق علي يسجل تاسع الأهداف لذي قار. 11-9. النتيجة الآن لمصلحة فريق محاولة لذي قار، وهنا حكم المباراة يشير إلى وجود رمية 9 أمتار لمصلحة الفتوة. عملية تغيير من كرم طارق، وهدف هدف جميل وتصويب قوي، والفتوة يسجل. الفتوة يسجل 12-9. 12-9 للفتوة قبل النهاية للشوط الأول بدقائق قليلة. محاولة لمصلحة فريق ذي قار. طارق، عملية التغيير من طارق لحسام عبد الكريم، لكن يضيعها لاعبي ذي قار إلى خارج الملعب. إيقاف لمحمد حسن. إيقاف لمحمد حسن. محاولة التغيير، تمرير ما بين لاعبي الفتوة. هنا عملية الدخول وخطأ، دخول لمنطقة الجزاء. هنا الفاست بريك، لكن انقطع من حارس المرمى حبيب أحمد. هنا عادت لفريق الفتوة، يحاول أن يسجل الفتوة، وعملية الدخول دخول لمنطقة الجزاء، دخول في المنطقة المحرمة، لذلك حكم المباراة أشار لوجود خطأ لصالح ذي قار. خطأ لذي قار. حسام علي، حسام، طارق علي عبد الله، حسام علي. عملية تدوير ما بين لاعبي ذي قار لمحاولة الدخول على المرمى. أيضا تصدي لدفاعات الفتوة من أمام حسام علي. تصدي لدفاعات نادي الفتوة محمد مثنى. مع دخول يحيى رياض لاعب الرقم 4 من ذي قار. محاولة لكن بعيدة إلى خارج الملعب، وهنا خطأ رمية 9 أمتار لصالح ذي قار. رمية 9 أمتار لذي قار.
شاء الله بالسلامة لكل اللاعبين. شاهد إصابة للاعب فتوة. سلامة لمحمد مثنى يشكو من إصابة، اللاعب الصغير، لاعب ممتاز طبعا محمد مثنى. نعود لأجواء المباراة، وذي قار في محاولة تصويب وتسجيل هدف لذي قار، هدف عاشر لذي قار، والفتوة يحاول البقاء متقدما على حساب ذي قار من خلال الشوط الأول والتفكير في الشوط الثاني. 12-10 النتيجة، فتوة والتقدم على ذي قار في افتتاح الجولة 15 لدوري النخبة العراقي لكرة اليد. حسام علي للجهة البعيدة، هذا حسام علي. طارق علي عبد الله، وصلت لي يحيى رياض، محاولة حسام عبد الكريم وعملية تصويب على المرمى لكن إلى الخارج. مرت على لاعبي فريق ذي قار اللي حاول أن يقلص الفارق إلى هدف قبل نهاية الشوط الأول. ممكن أن يتعادل ذي قار، ممكن نشاهد أهداف أيضا أخرى للفتوة قبل النهاية للمباراة بدقيقة. هنا خطأ رمية 9 أمتار. هنا طلب التايم أوت والوقت المستقطع من قبل الكادر التدريبي لنادي الفتوة. أكيد بعض التوجيهات التعليمات. هناك مدرب الحراس طبعا جسام محمد فريق الفتوة، طبعا الابن يلعب مع الفريق يوسف جسام لكن اليوم يغيب عن المباراة بسبب ارتباطه في بطولة المديريات، والفتوة لديه بعض الأسماء غائبة عن هذه المباراة. نتحدث عن أحمد محمد مؤيد اللاعب المصاب، والحارس يوسف جسام المشارك في بطولة تربيات العراق، يغيبون عن تشكيل فريق الفتوة في هذه المباراة. إذا نعود من جديد بعد نهاية الوقت المستقطع ويستأنف اللقاء، وأقل من دقيقة متبقي على نهاية الشوط الأول لهذا اللقاء، لقاء الافتتاح للجولة 15 لدوري النخبة العراقي لكرة اليد ما بين ذي قار المستضيف والضيف فريق الفتوة في هذا اللقاء. والتقدم للفتوة 12-10 لغاية الآن. محاولة المرور والتمرير لكن ضاعت على لاعبي فريق الفتوة، ضاعت على فريق الفتوة. تعود للفتوة، عملية تصويب وهدف. هدف للفتوة إن شاء الله بالسلامة. إذن في هذه الأثناء أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، شوط المباراة الأول ينتهي ما بين الفتوة وذي قار 13 الفتوة مقابل 10 أهداف لذي قار. استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم أحبتي لتكملة وقائع الشوط الثاني لهذه المباراة.
إذن عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، والشوط الثاني للقاء الفتوة وذي قار. بداية الشوط الثاني اللي بدأ فريق الفتوة يلعب من اليمين لليسار وذي قار من اليسار لليمين. هناك خطأ بعد ما سجل ذي قار الهدف 11 في مطلع الشوط الثاني، لتصبح النتيجة الآن 13-11 للفتوة على حساب ذي قار. كرم، عملية تحضير، عمر منير اللي اشترك، وهنا هدف لفريق الفتوة، هدف عن طريق أحمد محمد اللاعب السوري، يوسع الفارق إلى 3 أهداف. فريق فتوة على حساب ذي قار. حسام علي، محاولة لذي قار، عملية تدوير، حسام عبد الكريم، مرور وتصويب وهدف لفريق ذي قار، هدف لذي قار عن طريق محمد حسن. محمد حسن 14-12 نتيجة متقاربة ما بين الفريقين. ذي قار والطموحات تحقيق انتصار الأول خلال هذا الموسم. محاولة التدوير، ست انتصارات للفتوة ويبحث عن انتصاره السابع له خلال هذا الموسم. فاست بريك طويلة لكن بعيدة عن لاعبي ذي قار. تعود من جديد لمصلحة الفتوة، عملية تغيير، محاولة ممكن التصويب، وحكم المباراة يشير إلى وجود رمية 9 أمتار لصالح الفتوة. محاولة للفتوة، حسام علي، لحسام عبد الكريم، محمد حسن، حسام عبد الكريم، ذي قار. الشوط الأول وبداية الشوط الثاني لم يستطع معادلة النتيجة، لكن النتيجة قريبة. وهنا ذي قار في محاولة التصويب لكن تصدي ممتاز، وتعود لمصلحة فريق الفتوة. الفاست بريك في محاولة لإضافة هدف جديد، والقائم الأيمن ضيع على الفتوة، ضيع على الفتوة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. حسام، عبد الكريم لحسام علي، هناك للجهة البعيدة الساعد الأيسر لفريق ذي قار، حسام علي لاعب الدائرة. حسام علي، هناك سحب، خطأ، رمية 9 أمتار لمصلحة ذي قار. تستمر النتيجة، تقدم فريق الفتوة 14-12 هدف لصالح ذي قار فريق المستضيف. وهنا هدف ممكن، لكن القائم الأيسر أيضا يتصدى لمحاولة محمد حسن، والارتداد السريع للفتوة، وهدف هدف يضاعف من خلال النتيجة. إذن الفتوة وهدف عن طريق اللاعب عمر صباح. عمر صباح 15-12. عمر صباح 15-12 النتيجة. محاولة لحسام، وهناك رمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار. حسام علي، محاولة ممكن الآن ذي قار، وهدف جميل لذي قار.
هدف جميل لذي قار. زيد علي عبد الله يسجل لذي قار. دائما يقترب بالنتيجة ذي قار، لكن الفتوة أيضا واحد من الفرق الجيدة بعد دخول العالم الاحتراف في دوري النخبة العراقي. لاعبين من سوريا موجودين مع فريق الفتوة. فاست بريك، وهنا هدف، لكن القائم الأيمن والأيسر والتصدي لمحاولة لاعبي فريق الفتوة، وضاعت المحاولة، ضاعت المحاولة على لاعبي الفتوة. هناك سحب وخطأ لمصلحة فريق ذي قار. زيد علي، طارق، حسام علي لحسام عبد الكريم، أقرب لمحمد حسن، تعود لحسام علي. كرات يتناقل لاعبي فريق ذي قار في محاولة الدخول لمنطقة جزاء فريق الفتوة. الآن يسجل ذي قار ويقلص الفارق إلى هدف. هدف لذي قار يقلص من خلاله النتيجة. محاولة لذي قار، ممكن الآن ذي قار، والحارس يتصدى، والحارس يتصدى ببراع. حارس المرمى للفتوة بشكل ممتاز، انقاذ، وهنا رمية 9 أمتار لمصلحة فريق الفتوة. كرم، تمريرة جميلة من كرم، وهدف جميل لفريق الفتوة، هدف جميل لفريق الفتوة. لاعب خليل كرم يسجل، لاعب السوري، وهنا يحاول فريق 16-14 النتيجة. يستمر الفارق إلى هدفين، وصل الفارق إلى 3 أهداف، ممكن أن تكون الفارق 3 أهداف في هذه المحاولة، وبالفعل ينجح فريق الفتوة، وكرم يسجل، لاعب خليل كرم يسجل، لاعب منتخب سوريا محترف مع نادي الفتوة. 17-14 أصبحت النتيجة الآن. هنا ذي قار وطلب التايم اوت للاستماع للتوجيهات. يستمر تقدم الفتوة من بداية المباراة ولغاية الآن. ذي قار على أمل العودة وقلب الطاولة على الفتوة من خلال الشوط الثاني لهذه المباراة. تبقى المحاولة لذي قار. حسام علي
بعيدة عن حسام عبد الكريم، اعتقد لامست لاعب فريق الفتوة، آخر من لمس هو علي مروان لاعب فريق الفتوة، لذلك مرت إلى رمية إدخال لمصلحة فريق ذي قار. يحيى رياض، محاولة حسام علي، ممكن حسام عبد الكريم عملية تدوير، وهنا هدف جميل، ومحمد حسن، محمد حسن هدف ال15 لفريق ذي قار، عاد وقلص الفارق إلى هدفين، عاد وقلص الفارق إلى هدفين فريق ذي قار أمام فريق الفتوة الطامح أن يختم المرحلة الأولى بانتصار على حساب ذي قار. فتوة عملية الهجوم، من التصدي والمحاولة والتصويب لكن بعيدة عن مرمى فريق ذي قار إلى خارج الملعب، اللي يحاول بناء الهجمة فريق ذي قار، بناء الهجمة فريق ذي قار. زيد علي لحسام، محاولة ضاعت المحاولة على محمد حسن، كان ممكن تعامل بشكل أفضل من قبل اللاعب محمد حسن، لكن واضح التسرع من محمد حسن أضاع عليه هذه الفرصة. هنا عملية الهجوم لمصلحة فريق الفتوة في محاولة الدخول على المرمى، وهدف لفريق الفتوة، هدف لفريق الفتوة، هدف للفتوة. علي هذال يسجل للفتوة. فريق الفتوة فاز في 6 وخسر 6 وتعادل في مباراة واحدة. عذرا، فاز في 6 وخسر في 7، 18 نقطة فريق الفتوة. هنا محاولة ذي قار وهدف، هدف عن طريق الساعد الأيمن محمد حسن، محمد حسن. و ذي قار بدأ يقترب، نادي ذي قار بدأ يقترب، 18-16. محاولة الفتوة، عملية الدخول، ممكن التصويب على المرمى، وهدف، هدف للفتوة. لاعب ممتاز خليل كرم، إضافة لفريق الفتوة خلال هذا الموسم. خليل كرم اللاعب السوري يسجل. فريق الفتوة ومحاولة التصويب على المرمى، لكن تصدي لحارس مرمى فريق الفتوة والفاست بريك، وهدف، هدف بدأ يسجل فريق الفتوة، والتألق للاعب خليل كرم، التألق للاعب خليل كرم. خليل كرم يسجل للفتوة. محاولة لا زالت قائمة، وحكي المباراة يشير لوجود خطأ لمصلحة فريق الفتوة، وهنا الفاست بريك والدخول لمنطقة الجزاء. اعتبر حكي المباراة سيف نمير يعترض، يلغى الهدف. يلغى الهدف. 21-16 النتيجة، أصبح الفارق أكبر الآن، 5 أهداف، هو الفارق الأكبر في هذه المباراة. لم يتجاوز الفارق إلى هدفين إلى 3 أهداف، لكن الآن الفارق أصبح 5 أهداف ب21 مقابل 16. وهنا هدف ال 17 لفريق ذي قار، وعن طريق اللاعب اللي يحمل الرقم 17. الهدف 17 واللاعب يحمل الرقم 17
اللاعب زيد علي يسجل لصالح ذي قار. 21-17. هذا كرم، خليل كرم، وهنا عملية الدخول والتصويب والماكينة التهديفية للتسجيل لمصلحة فريق الفتوة وعلي هذال. هذه المرة علي هذال. 21-17. لصالح الفتوة على حساب ذي قار. ذي قار والمعاناة خلال هذا الموسم. محاولة الدخول على المرمى والتصويب، لكن حارس المرمى يتصدى ببراعة، وهذا خليل كرم 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 كرم، ويسجل خليل كرم. لاعب عند الإمكانيات الكبيرة اللاعب خليل كرم اللاعب السوري، ويسجل هدف جديد. يعني في غضون أقل من 3 دقائق سجل 4 أهداف خليل كرم لصالح فريق الفتوة، ليضاعف النتيجة إلى 22 هدف مقابل 17 هدف لذي قار. تعود من جديد لذي قار. توقف عن التسجيل لاعبي ذي قار في هذه اللحظات. هنا خطر 109 أمتار. يحيى رياض، عملية الدخول والتصويب، الحارس يتصدى، وبعد ذلك الدخول السلامات سلامات 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 حارس المرمى حبيب أحمد، والدخول على لاعب ذي قار بهذه الطريقة، وإن شاء الله بالسلامة لجميع اللاعب. شاهد القرار. حسام عبد الكريم، ان شاء الله بالسلامه لحسام عبد الكريم، لكل اللاعبين الموجودين في هذه المباراه. اذا رميه 9 أمتار لمصلحه فريق ذي قار. نهض حسام عبد الكريم، ان شاء الله نتمنى له السلامه. محاوله تستمر لمصلحه فريق ذي قار. طاقم التحكيمي حمزه علي، حسن مهدي من النجف الاشرف لقياده هذه المباراه. محاوله حسام عبد الكريم ضاعت، وبالتالي هناك خطأ لمصلحة فريق ذي قار. حكم المباراة يشير للاستمرار. حسام علي يحاول أن يصوب ويسجل حسام علي بهدف جميل لفريق ذي قار. الهدف 18 لفريق ذي قار. مرت وتصدي لحارس المرمى لذي قار أحمد وئام. تصدي ممتاز من أحمد وئام، وذي قار بدأ يسجل عن طريق طارق علي. هذه المرة طارق علي عبد الله. - 22-19. إذا طلب التايم أوت من قبل مدرب جمال إبراهيم محمد مدرب فريق فتوة، بعد ما شعر أن فريق ذي قار بدأ يسجل يقلص الفارق، وينتظر ما تبقى من عمر هذا اللقاء اللي يعتبر هو اللقاء الافتتاح للجولة الأخيرة عن المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد. الجولة 15 لدوري النخبة العراقي لكرة اليد. رحلة طويلة
من الموصل من شمالنا الحبيب من الموصل إلى ذي قار في هذا اللقاء. نعود لأجواء المباراة بعد انتهاء الوقت المستقطع التايم اوت. 22-19 فارق 3 أهداف. فتوة يريد أن يضاعف النتيجة، يبتعد بالنتيجة على حساب ذي قار، بينما الطموحات لا زالت موجودة للاعبي ذي قار للعودة لأجواء المباراة. هنا تصويب على المرمى ووك، مخالفة المشي على كرم طارق، والهجمة تصبح الآن لمصلحة فريق ذي قار ومحاولة التسجيل هدف لذي قار، هدف لذي قار. 22-20 يعود الفارق إلى هدفين وثلاث أهداف على التوالي لذي قار دون أن يسجل لاعبي فريق الفتوة. توقف عند 22 هدف فتوة، والتوقف عند 22 هدف، لكن 3 أهداف كانت على التوالي للاعبي فريق ذي قار. يقلص الفارق إلى هدفين. هذا كرم طارق يمرر كرة جميلة وتصويب، لكن الضيع على فريق الفتوة، الضيع على فريق الفتوة. ذي قار وبناء الهجمة عن طريق زيد علي. زيد خطأ في عملية التمرير، وهنا المحاولة للتسجيل وهدف لفريق الفتوة، هدف للفتوة، هدف للفتوة. علي هذال لاعب ممتاز قبل المباراة. كانت عنده إصابة بسيطة لكن يشارك في هذا اللقاء. هذا حسام علي، حسام تصويب على المرمى، القائم الأيمن، ضيع على لاعبي فريق ذي قار. 23-20 فتوة. محاولة تبقى لمصلحة فريق الفتوة، محاولة تصويب على المرمى. هنا الفاست بريك ممكن يستغلها لاعبي فريق ذي قار، لكن خروج لحارس المرمى أحمد حبيب خارج منطقة الجزاء، لذلك يحتسب خطأ لمصلحة ذي قار. رمية 9 أمتار. حسام علي يحاول أن يمر للجهة البعيدة، أقرب لطارق. علي عبد الله، حسام علي، زيد علي. كرات يتناقل لاعبي فريق ذي قار لإيجاد المساحة والمرور من أمام دفاعات الفتوة، وبالفعل ينجح فريق ذي قار، ينجح في اختراق دفاعات الفتوة ويسجل. 21 23 21. تبقى المحاولة لفتوة. كرم طارق، كرم، هنا التصويب على المرمى، لكن أحمد وئام تصدي ممتاز حارس المرمى لذي قار. والفاست بريك ممكن الآن ذي قار دخول للمنطقة المحرم. خطأ، يلغى الهدف، لا يحتسب. تبقى النتيجة 23-21. محاولة التصويب على المرمى مرة أولى وثانية. أحمد وئام،
رغم التصدي لكن المتابعة جاءت من خليل كرم، ويسجل للفتوة 24-21. 24-21. تبقى المحاولة لمصلحة ذي قار. رمية 7 أمتار. حسام علي، هل ينجح في تسجيل رمية 7 أمتار المحتسبة لذي قار؟ وينجح حسام علي لاعب الخبرة مع فريق ذي قار. 24-22. محاولة للفتوة. علي هذال، هنا هدف 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 للفتوة. هدف للفتوة. تصويب قوي، وأحمد محمد حمادة يسجل للفتوة. وهنا المحاولة أيضا دخول للمنطقة المحرمة ويلغى الهدف. 25-22. ذي قار وارتكاب بعض الأخطاء خاصة في الشق الهجومي. يعني كان عنده الفرصة أن يسجل أهداف، لكن لقلة خبرة اللاعبين مع ذي قار كلفتهم ضياع بعض الأهداف. وأيضا خط الدفاع – 25-22 على بعد 7 دقائق لنهاية المباراة والشوط الثاني. 7 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة، الافتتاح للجولة 15 لدوري النخبة العراقي. محاولة للفتوة. أقرب لكرم. حاول كرم، تعود من جديد لمصلحة فريق الفتوة. عملية الدخول، ممكن التصويب، وهنا هدف للفتوة. هدف للفتوة. هذا عمر منير دخل وسجل. عمر منير 26-22. وسع الفارق إلى 4 أهداف فريق الفتوة. 4 أهداف لفريق الفتوة. محاولة حسام، تصويب من بعيد لكن خطأ، ورمية 9 أمتار لمصلحة ذي قار. يقترب الفتوة من انتصار السابع ويرفع رصيده إلى 21 نقطة. يصل إلى المركز السابع مؤقتا بانتظار لقاء كربلاء صاحب المركز السابع، لكن كربلاء يتراجع للمركز الثامن، ولقاءه سيكون مع المسيب يوم غد. فتوة، كرم طارق، تحضير ومحاولة اللاعب عمر منير، لكن الضيع على عمر منير، ورمية 9 أمتار لمصلحة الفتوة. كرم طارق عنده خبرة مع فريق كبير مع الكرخ. كرم طارق، وهنا دخول لمنطقة الجزاء وخطأ على اللاعب عمر منير. هجوم الآن لمصلحة فريق ذي قار. رمية 9 أمتار يحيى رياض، لاعب بالرقم 4، لاعب صغير، اللاعب اللي يريد أن يجد نفسه مع الفرق الكبيرة. بعض الأسماء الموجودة مع الفريقين، الأسماء الشابة الصغيرة الموجودة مع الفريقين. تحدث عن
لاعب يحيى رياض، وطبعا محمد مثنى وأيضا عبد الرحمن أوس. هنا هدف لذي قار، هدف لذي قار. محمد حسن لاعب ممتاز، محمد حسن. 26-23 فتوة على حساب ذي قار. عملية تحضير هناك على الجهة البعيدة، وخليل كرم يضيع هذه الفرصة على فريق الفتوة لمضاعفة النتيجة، وممكن الآن ذي قار هو من يسجل. هذا محمد حسن. حسام علي، عملية تدوير وتحضير، وهنا تصويب لكن الحارس يتصدى. حارس للفتوة وتصدي ممتاز. حبيب أحمد. 4 دقائق والفارق 3 أهداف. رمية 7 أمتار، هل يقلص الفارق إلى هدفين حسام علي؟ هل يستطيع أن يقلص الفارق إلى هدفين عند التسجيل؟ بانتظار الأحاديث الجانبية. بطاقة حمراء قد تكون على المدرب لفريق الفتوة، أو قد يكون المساعد بلال عبد الكريم. إذن بطاقة حمراء. رمية 7 أمتار هنا حسام علي. حسام تصويب وتصدي ممتاز من حبيب أحمد، تصدي ممتاز. حسام يضيع على فريقه فرصة التسجيل، كان ممكن يقرب من نتيجة المباراة فريق ذي قار لو سجل حسام علي، لكن أضاع. رمية 7 أمتار أمام تصدي لحارس المرمى حبيب أحمد. عادت للفتوة عملية التحضير والتمرير، لكن تضيع أيضا على اللاعب عمر صباح. عملية الارتداد، هنا هدف، هنا هدف 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 للاعب الشاب يحيى رياض. يحيى رياض يسجل لفريق ذي قار في هذه اللحظات. 26-24 26-24 عملية الدخول، وهنا خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة الفتوة، لمصلحة فريق الفتوة. محاولة للدخول على المرمى، عملية تحضير والتمرير، عادت لمصلحة فريق ذي قار. ذي قار وهدف لذي قار، هدف لذي قار. طارق علي. أصبحت الأمور صعبة على الفتوة، صعبة على الفتوة. الفارق هدف والمتبقي 2.5 دقيقة. وقت المتبقي 2 دقيقتين. هذا عمر صباح. ذي قار يحاول أن يعدل النتيجة ويفكر بنتيجة الانتصار الأول له خلال هذا الموسم. وهنا خليل كرم، لكن تصدي لأحمد وئام، تصدي ممتاز لأحمد وئام حارس المرمى لفريق ذي قار. مثيرة اللحظات الأخيرة لهذا اللقاء، وهنا هدف للفتوة، هدف للفتوة. كرم طارق يسجل لفريق الفتوة. 27-25 27-25. الآن محاولة لذي قار، مباراة شارفت على النهاية. هذا حسام يحاول على المرمى. حسام، هناك خطأ لصالح فريق ذي قار. حسام يحاول أن يمر، أو هذا طارق علي. يحيى رياض. حسام علي. حسام عبد الكريم يحاول ويسجل. حسام عبد الكريم
يسجل حسام عبد الكريم 27-26. 27-26. لحظات أخيرة للمباراة. الآن مدرب الفتوة يطلب التايم أوت. بدأ يشعر بالقلق الكادر التدريبي لفريق الفتوة لأن النتيجة أصبحت قريبة جدا. دقيقة واحدة هل ستكون كافية لفريق ذي قار على الأقل أن يعدل النتيجة؟ أن نشاهد التعادل أم الفتوة سيحسم النتيجة بهدف آخر، بهدف يذهب بنتيجة المباراة. نعود للدقيقة المتبقية، والفتوة إذا ما سجل خلاص ينهي المباراة، وذي قار عند الأمل والفرصة. إذن هناك خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق الفتوة. رمية 9 أمتار لفريق الفتوة. رمية 9 أمتار. كرم، طارق، هناك للجهة البعيدة المحاولة تستمر. يحاول أن ينهي الثواني الأخيرة بالتبادل، وهنا تصدي ممتاز أحمد وئام. هل ستكون الفرصة لذي قار لمعادلة النتيجة في هذه اللحظات؟ حسام قد تكون الفرصة الأخيرة لذي قار وعملية التصويب، وهنا خطأ لمصلحة ذي قار. خطأ لمصلحة ذي قار. رمية 9 أمتار لذي قار. 11 ثانية متبقية. حسام تعال. دقيقة 26. دقيقة 26. 11 ثانية متبقية لنهاية المباراة. 26 حيرجعها. 26 هل هناك خطأ في لوحة؟ حسام لا تطيب. اعتراض من قبل الكادر التدريبي لفريق ذي قار آخر ثانية حول ساعة اللعب. الآن عادت إلى 19 ثانية. كان الاعتراض حول الوقت من قبل الكادر التدريبي لفريق ذي قار. إذا المتبقي 19 ثانية. مع وجود رمية 9 أمتار لذي قار. هل يعدل؟ لاحظ الكادر التدريبي للفتوة على الأعصاب، لأنه لا يريد غير الانتصار في هذا اللقاء. كان عنده الفرصة بعدما وسع الفارق إلى 4 أهداف وإلى 5 أهداف، لكن ذي قار سرعان ما عاد وسجل، وبالتالي وصل إذن يستأنف اللعب. حسام، قطاع في الصورة من المصدر، نعتذر لمشاهدينا متابعينا. هل قد يكون هناك خطأ
لصالح ذي قار. يبدو لي رمية 7 أمتار أو لاحظ دخول الكادر التدريبي للفتوة. اعتراض من قبل الكادر التدريبي للفتوة حول القرار وإعطاء رمية 7 أمتار لمصلحة فريق ذي قار. هل يدرك من خلالها هدف التعادل ذي قار بعدما كانت المباراة ذاهبة لصالح الفتوة؟ لكن ذي قار عاد وبقوة وقد يعدل النتيجة. اعتراضات كثيرة شاهدناها من خلال هذا اللقاء من قبل الكادر التدريبي للفريقين. مرة نشاهد كادر تدريبي لذي قار هو من يعترض، الآن الكادر التدريبي للفتوة هو من يعترض على القرارات التحكيمية لهذا اللقاء. يعني كانوا يطالبون بأن الوقت انتهى. الفتوة هنا حسام علي أيضا يبدأ اعتراضه. يعني اليوم المشكلة في الوقت، المشكلة شنو على وجه يحسبها 9 يعني شنو؟ هو اكو حكم اول غير. متى ينتهي الجدل قرب حكام الطاولة؟
لا زالت المشكلة قائمة، والاعتراض من جانب الفريقين والكادر التدريبي للفريقين. يعني لو كان الفارق أكثر من هدف لما شاهدنا هذا الاعتراض، لكن فارق هدف جعل الأمور تذهب بهذا الاتجاه، ووصول المشاكل داخل الملعب. اي احتكاك اللاعب معاه جزاء، لان الخمس ثواني على ما انقل الاحتمال تخلص. خلي 5 ثواني. إذن 5 ثواني هو المتبقي من عمر المباراة، وذقار على موعد لتسجيل هدف التعادل. النتيجة تشير إلى تقدم الفتوة على حساب ذقار ب 27 مقابل 26. 27 مقابل 26. محمد حسن هل يتمكن من تعديل النتيجة لذقار أمام الفتوة؟ محمد حسن، حبيب أحمد، هل يتمكن حبيب؟ وهدف التعادل، هدف التعادل 27 27. ممكن الثواني إذن أنهى المباراة الطاقم التحكيمي، أنهى المباراة الطاقم التحكيمي بعد تسجيل فريق ذقار هدف التعادل لتصبح النتيجة 27 27. أحبتي مشاهدي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، في هذه اللحظات تنتهي المباراة الافتتاح للجولة 15 لدوري النخبة العراقي بالتعادل ما بين فريقي الفتوة وذقار. حتى نلقاكم في مواعيد جديدة، تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراج.